للايه للحاجات اللي احنا قلناها في الايه والتريتمنت بتاع الجزء اللي فات. تمام، حلو أوي. طب نخش بقى على الفيتامينات والمعادن. الاي في. الفيتامينات والمعادن الاي في، اول منتج عندنا اسمه فيتا ليبيد. تمام. ايه الفيتا ليبيد ده؟ الفيتا ليبيد ده عباره عن الفات سوليبل فيتامينز. الفات سوليبل فيتامينز، فات سوليبل فيتامينز اللي هو كي اي دي اي. تمام. في منه منتج للاطفال ومنتج للكبار. حلو كده، بس بتاع الكبار ما ينفعش يتاخد لاطفال اقل من 11 سنه. يفضل الفيتا ليبيد يحصل له ميكسنج مع الفاتس، يعني يتحل على دهون، لان هو بيمتص احسن وبيوصل للجسم، بيستفيد منه احسن في الدهون. تمام. ممكن يتحط على السموث ليبيد لو احنا ايه سموث كده. السموث والفيتا ليبيد الاثنين بتوع فيرزينيوس يعني. طيب الووتر سولبل فيتامينز، شكل الووتر سولبل فيتامينز اسمه سيلوفيت. السيلوفيت ده الووتر سولبل فيتامينز بقى اللي هو البي كومبلكس، بيبقى انواعه وسي. تمام. ده ايه هو بيجي باودر ليه؟ لان لو تفتكروا ان قلنا فيتامين سي ده بيتاثر بالحراره، فحتى لو احنا بنحضر تي بي ان او حاجه، بيبقى اخر حاجه بتحط للباج الفيتا ليبيد السولوفيت. ليه؟ لان هو بيتكسر بالحراره. الفيتامين سي مثلا حاجات بتتكسر بالحراره، فهو بيجي باودر عشان ما يبقاش محلول. لو محلول ممكن ما يبقى مش ستيبل، بيتحل بشكل وقتي قبل الادمنستريشن على طول. يعني بنحله بان نحطه على الباج بتاعت التي بي ان، او بنحله ونحطه على ازازه المحلول اللي احنا عايزين نعملها ادمنستريشن. تمام. ممكن بمحلول سكر جلوكوز، او بميه، او انتراليبيد. يعني ممكن يتحط على الدهون، ما فيهوش مشكله، لان هو ميسبل. يعني هو بتاع حاجات فيرزينيوس بتحط على بعضها عادي. يعني ممكن يقول لك حل الفيتا ليبيد على السلوفيت واعمل لهم ميكسنج مع بعض، وحطهم مثلا على السموث ليبيد او على التي بي ان بقى لو في توتال بارنترال نيوتريشن. تمام. ده الووتر سوليبل فيتامينز. التريس اليمنت عندنا اللي هو الادمل. الادمل ده فيه الديلي ريكوايرمنت بتاعنا من الايه التريس اليمنت، يعني الحديد والكبر والزنك ومش عارف والمنجنيز، الحاجات اللي هي الصغيره دي. الحاجات الصغيره دي بتتجمع كلها ونحطها في امبول واحد اسمه ادمل. ادمل ده الديلي ريكويرمنت من التريس اليمنت. هو البريكوشن بس ان الجرعات بتاعت الفيتامينز بتقل لو في رينال فيلير، ممكن ندي هاف دوز. او الادمل ده برضو التريس اليمنت من الحاجات اللي بتخرج في البايل، يعني بتخرج مع الصفرة. فلو انا عندي واحد عنده انسداد في القناه المراريه، وعنده حاجه اسمها البيليروبين عالي. البيليروبين اللي هو من قياسات الليفر فانكشن تيست. الليفر فانكشن تيست عندنا البيليروبين، وعندنا الالبومين. تمام. وعندنا الاي ال تي والاي اس تي. فبالتالي لو البيليروبين اللي هي الصفراء عاليه نتيجه انسداد في القناه المراريه، بندي هاف دوز من الادم. ليه؟ لان هو الجرعات بتاعت الادم التريس اليمنت دي اللي احنا بنتكلم عليها بتخرج بشكل كبير مع افرازات المراره. فلو في مشكله في المراره، الافرازات بتاعتها هتتراكم، مش هتعرف تخرج من الجسم بشكل سليم. فبالتالي بنقلل الجرعات بتاعه التريس اليمنت.